وكنتواجدوا في واحد معلمه من المعالم اللي بناتها المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، وهو المركز الاجتماعي الفضل. كما قلت لي تبنى في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، في اطار واحد الشراكه ثلاثيه ما بين القطاع ديال التعاون الوطني، المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، والجمعيات المحليه العامله في الحي ديال الفضل. بالطبع الشراكه مع جمعيات اللي كتكون محليه كتعطي واحد الزخم لهذا المركب، وكاين واحد الاحساس بالانتماء لا ديال المستفيدين والناس اللي خدامين هنايا. الدليل هو انه كل الاطر اللي كاينه هنا من الحي ديال الفضل، وكل المستفيدين من الحي ديال الفضل. يعني هذا المركب الدار في وسط الناس ديال الفضل من اجل ديال الناس ديال الفضل، وكيسيروه الناس ديال الفضل. بالطبع كاين واحد المجموعه ديال الورشات اللي يلاه انطلقت. المركب ديال جميع الفئات، فكنشوف بانه كاين الفئه ديال الاطفال. بالطبع كان واحد النقص حاد في المجال رياض الاطفال على المستوى ديال التجزئه ديال الفضل، فالحمد لله ملي دار هذا المركب فكان عنده واحد اشعاع كبير، والدليل هي العدد ديال المستفيدين ديال الوليدات ديال الاباء، لانه عتقات واحد المجموعه ديال الاطفال اللي ما كانوش مؤسسات ولا مراكز اللي ممكن يمشيو ليهم، بالخصوص بالنسبه للنساء العاملات اللي ما كيسيبوش فين يخليو وليداتهم. وكاين فئه اخرى من النساء اللي في نفس الوقت كتستافد هي وكيستافد الابن ديالها، كتحطوا فروض الاطفال وهي ومامطون كدير التكوين ديالها، يا على مستوى الطبخ والحلويات، يا على مستوى الفصال والخياطه العصريه، على مستويات عده. بالطبع السيد العامل والمبادره الوطنيه للتنميه البشريه الطموح ديالنا كقطاع شريك انه هذا المركب يزيد يتطور، ونديروا شعب اخرى اللي تكون كتناسب الطموحات ما تحتاجه سوق العمل. كنفكروا مثلا في شعب اللي يكون الادماج المهني ديال الناس كبير، ملي يتخرجوا من هنا يصيبوا فين يخدموا، يا عن طريق مشاريع خاصه ديالهم، يا عن طريق مشاريع تعاونيه، يا عن طريق ربما مشاريع اللي ممكن تمول من الوزاره ديالتنا ولا من المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. وكما قلت لكم هذه غير البدايه ديال هذا المشروع، وان شاء الله من بعد راه كاين في هذه الجزئيه ديال الفضل راه كاين بنيات اخرى اللي في اطار دائما الشراكه ما بين المبادره الوطنيه للتنميه البشريه والتعاون الوطني والوزاره الوصيه ديالنا اللي سترى النور ان شاء الله قريبا، واللي غتعطي ذاك الطابع ديال الخدمه عن قرب الفئات الهشه، لان محتاجه بحال التكوين، محتاجه بحال هاد البنيات اللي كانت قبل كتمشي كتقلب عليها يا في مولاي رشيد يا في عملات اخرى، وكنعرفوا العناء والتكلفه الماديه من اجل الوصول لهذه الخدمات. الان الحمد لله توفرت هذه الخدمه، وهذا تجسيد لسياسه القرب ديال الحكومه ديالنا وديال صاحب الجلاله تقريب الخدمات من المواطنين. وشكرا. اليوم حنا كنتواجدوا بالمركز الاجتماعي الفضل، وهذا المركز راه كتشرف عليه جمعيه التنشيط وتسيير المركز الاجتماعي. وهذا المركز الحمد لله دشناته المبادره الوطنيه للتنميه البشريه بمواكبه وتتبع المندوبيه التعاون الوطني، وبدا العمل ان شاء الله في هذه السنه 2022 2023، ولقات اقبال كبير من ساكنه الفضل لانهم كانوا في امس الحاجه بحال هذه المراكز الاجتماعيه، لانه الحمد لله هذا هو المركز الوحيد اللي لحد الان دشن في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، هو لتكوين وتاهيل الناس ديال هذه المنطقه سواء على المستوى الحرفي او على المستوى التربوي، بحيث ان عندنا واحد المجموعه من الورشات من بينها الروض، من بينها الفصاله والخياطه العصري والتقليدي، من بينها الرياضه، كاين حتى التتبع التربوي والرياضي. وهذا من مشكور عليه المبادره الوطنيه اللي عطاته اهميه في هذه البرامج الجديده خصوصا في هذه الترونش الثالثه.
كاين محو الاميه اللي دائما حنا يعني كنقوموا بها في اطار المجانيه. علاش؟ لان الناس ديال الساكنه راه كنتعاملوا مع نساء وشباب واطفال. كاين تكوين المربيات بالنسبه للحاملين شهاده البكالوريا او ما دون ذلك او ما يعادلها. كاين ايضا الناس ديال الفندقه والطبخ. فبالتالي كاين عندنا واحد التتبع ان كنشتغلوا مع شرائح مختلفه، يعني اطفال وشباب وحتى بالنسبه للنساء. الهدف ديالنا شنو هو؟ ما كاينش غير التكوين التاهيلي فقط، وانما كاين حاليا كتعطى. حنا دابا يلاه كيف شهر نوفمبر بدينا تنعطيو حصص ديال الادماج والتتبع من اجل ادماج اقتصادي اللي يكون سهل، لان حنا عارفين بان ماشي غير خذ الدبلوم مثلا في ظرف سنه ومن بعد بدات تتقلب على فين غادي تشتغل، لان الهدف ديال المبادره هو ادماج هذه الساكنه ما امكن ورفع العبء عليها اقتصاديا وماديا. فبالتالي حنا كنحاولوا ان نحققوا هذا الهدف فتره وجيزه، وهي سنه ماشي شيء سهل، وانما الحمد لله ان الساكنه يعني نشيطه ويعني عندها واحد البادره وكاين واحد العمل يعني بشرة خير في هذه السنه ان شاء الله. هذا من الناس الساكنه ديال الفضل اللي كنا محتاجين لهذا المجمع الاجتماعي في الفضل اللي تنظم مجموعه من الورشات وحنا كنساء كنا محتاجين لهذا المجال. الحمد لله هذا المجال فيه بزاف الحوايج اللي كنطوروا من خلالها، كنطوروا الذات ديالنا، كنستافدوا من بزاف الدروس ديال التنميه والادماج. كيعاونونا باش نقدروا نفتحوا من هنا لقدام ان شاء الله مشاريع ديالنا الخاصه. كيعلمونا كيفاش ناطروا المشروع، كيفاش نسيروه، كيفاش نقدروا اننا نصوبوا ملف على المشاريع ديالنا. السوق حتى هو اشنو تيطلب منا واشنو خصنا نوجدوا ليه. الحمد لله كاينين مجموعه من الورشات داخل الورشه ديال الفصاله والخياطه، يعني ماشي تعرفوش غير على الفصاله والخياطه، وانما كاينين ورشات اللي كتنفعنا في الحياه ديالنا اليوميه.